السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم راح أبدي وياكم طريقة عمل الكيكة الشوكولاتي البركاني، إن شاء الله يا ربي تعجبكم هاي الطريقة. أول ما راح أبدي هسه بطريقة الصوص. هنا خليت ربع كوب كاكاو، ربع كوب شكر، ربع كوب حليب، من كل شي ربع كوب ربع كوب، وربع كوب زيت طبعا، وربع كوب مي. وهاي حبايبي، وراح أضيف هنا ظرف فانيليا أو أي نكهة عندكم تقدرون تضيفون وياه. وراح أضيف علبة قشطة، أي علبة قشطة عندكم تقدرون تضيفوه. وطبعا راح أضيف شيء اختياري لكم، طبعا هذا الشيء اللي راح أضيفه. راح أضيف هنا كريم شانتيه بالكاكاو خاشوقة واحدة، وهذا الشيء اختياري لكم. طبعا هنا خلص عندي الصوص، راح أدخله بالثلاجة لمدة ساعة أو أقل. وهاي راح أدهن قاعدة القالب بالزبد حتى لا تلصق عندنا الكيكة. شوفوا شلون حبايبي دهنتها كل زين، وراح أضيف رشات طحين همين حتى لا تلصق عندي الكيكة. هاي حبايبي دهنت القالب. هسه راح أبلش بالكيكة. طبعا هاي المواد السائلة هم راح أخلطها بالخلاط، 4 بيضات وحرارة الغرفة، وكوب ونص شكر. وهنا انتشر عندي الشكر. وهنا أنا حضرت نص كوب زيت. هسه راح أخلطها كل زين وبعدين أضيف الزيت تدريجيا. هاي حبايبي بديت أضيف الزيت قليل قليل إلى أن ينخلط عندنا كل زين. وهاي محضرة طبعا ظرف فانيلا هم راح أضيف، وراح أضيف نكهة شوكولا وأي نكهة عندكم تقدرون تضيفون. أكو ناس تضيف لها طبعا عصير برتقال همين يصير. وهنا ضفت كوب ونص حليب سائل. وهاي حضرت المواد الجافة طبعا خاشوقة مال شاي سوداء، ظرف بيكنج باودر، نص كوب كاكاو مر، وكوبين طحين. وهاي المواد الجافة راح نخلها كلها. ضفت هنا الصودا والظرف البيكنج باودر، الصودا خاشوقة مال شاي تنطيها هشاشة. وهاي بديت أنخل بيهم زين. هاي المواد الجافة كلها نخلتها. وطبعا نسيت أقول لكم رشات ملح ضفت ويا الطحين والبيكنج باودر والصودا. وهاي حبايبي ضفت المواد السائلة. وهاي بديت أضيف الطحين والكاكاو والبيكنج باودر والصودا تدريجيا. شوفوا حبايبي تدريجيا. وراح أضيف وياها طبعا خاشوقتين مال شاي خل أبيض، تقريبا خاشوقة مال كوب تصير. هاي حبايبي شوفوا شلون بديت أخلط وياها زين. وهاي انخلطت عندي الكيكة. هسه راح أضيفها بالقالب وأدخلها بالفرن على درجة 180، تاخذ من عندنا تقريبا 45 دقيقة أخذت من عندي. وهاي ضربتها عمود الهواء يطلع من عندها. وهاي كملت الكيكة عندنا، وراح أبدي أزين بيها حبايبي. وإن شاء الله يا رب تعجبكم هاي الطريقة. بس أتمنى منكم لايك واشتراك حتى تكبر قناتي حبايبي. وطبعا دا أتعب أني، وشكرا للمتابعة.